قلنا بقى النهارده نشوف الفطار التركي بيقول ايه. خليكم في اخر الفيديو قولوا لي مين اللي بيعمل فطار شبه ده. طبعا في سبيل الفطار التركي لازم نطلع في طلعاتنا ونزلاتنا لحد ما نوصل. وده بقى المنظر بتاعنا النهارده في الفطار اللي هو المفروض بدأوا بيه. دي اول حاجه الشكشوكه اللي هم بيسموها هنا مينيمان، بس هنا الجو ده مصري خالص، يعني هو ده ما كانش موجود. انا جيت هنا من سنه يمكن ما كانش موجود. بعد كده بقى الموضوع الجبن، فين الجبن؟ لا هو الموضوع قل، هو الفطار قل بصراحه، ما كانش كده. بس الجبنه دي بقى اللي هي الحلوية زوم لي هنا من النبيل. وبعد كده حاطط لك كرواسون بس صغير قوي الكرواسون بصراحه. وهنا بقى اكتر حاجه انا بحبها اللي هو الحاجات الحلوه بقى، اللي انت تيجي بقى هنا الشمع بتاع العسل. المفروض ان كان في عسل تاني برضو بس مش عارف المنيو حصل فيه ايه. ودي القشطه. بصوا احنا خلينا نعد الجبن مع بعض، انا بحب الجبن. في الجبنه دي اللي هي مش عارف اسمها ايه، حلوم ولا ايه بالعربي او حاجه كده. ودي بقى الجبنه اللي هي الشيدر او اللي هي الشرايط، اسف. دي المفروض ان هي بتتصفى من الملح بس وكده. هو ده الفطار التركي ده. مين بيعمل زيه بقى عندنا؟ الله، ده في حاجه حلوه. استنوا، الاختراع ده انا ما كنتش فاهم. انا فكرته جبنه بالسميد طلع فيه بيض في النص.